لماذا يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده تحت خده عند النوم؟ الإجابة ستدهشك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذه معجزة حقيقية، فقد أثبتت الدراسات العلمية والأبحاث عن ذلك الأمر أنه عندما ينام الشخص على هذا الوضع يحدث بين الكف الأيمن والجانب الأيمن من الدماغ نشاط هائل، فيحدث عن ذلك ذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات السلبية الزائدة والضارة، مما ينتج عن ذلك استرخاء كامل للجسم ويؤدي إلى نوم هادئ خال من الكوابيس. لماذا يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده تحت خده عند النوم؟ الإجابة ستدهشك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذه معجزة حقيقية، فقد أثبتت الدراسات العلمية والأبحاث عن ذلك الأمر أنه عندما ينام الشخص على هذا الوضع يحدث بين الكف الأيمن والجانب الأيمن من الدماغ نشاط هائل، فيحدث عن ذلك ذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات السلبية الزائدة والضارة، مما ينتج عن ذلك استرخاء كامل للجسم ويؤدي إلى نوم هادئ خال من الكوابيس. لماذا يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده تحت خده عند النوم؟ الإجابة ستدهشك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذه معجزة حقيقية، فقد أثبتت الدراسات العلمية والأبحاث عن ذلك الأمر أنه عندما ينام الشخص على هذا الوضع يحدث بين الكف الأيمن والجانب الأيمن من الدماغ نشاط هائل، فيحدث عن ذلك ذبذبات يتم من خلالها تفريغ الدماغ من الشحنات السلبية الزائدة والضارة، مما ينتج عن ذلك استرخاء كامل للجسم ويؤدي إلى نوم هادئ خال من الكوابيس. لماذا يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده تحت خده عند النوم؟ الإجابة ستدهشك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذه معجزة حقيقية، فقد أثبتت الدراسات العلمية والأبحاث عن ذلك الأمر أنه عندما ينام الشخص على هذا الوضع يحدث بين الكف الأيمن